مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم أنا والناس. النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة قوي موجودة في شهر رمضان، هي صلاة التراويح. صلاة التراويح أول ما تحس وتسمعها تعرف إن رمضان جه. عايزين نعرف أصل الحكاية، استنوني بعد الفاصل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صلاة التراويح مش زي أي صلاة. صلاة التراويح تحس فيها بروح رمضان، المساجد مليانة، تسمع صوت القرآن مليان في الشوارع، بتحس بمعنى الطمأنينة. الجميل بقى إن المشهد ده بيتكرر، تلاقي الأب واخد ابنه ورايح على الجامع، الشباب واقفين جنب بعض، حتى الناس الكبار قاعدين على الكراسي وبيسمعوا القرآن بقلبهم قبل ودنهم. الحلو بقى في صلاة التراويح ان انت حتى لو انت مش هتصلي صلاة التراويح لازم تصليها حتى لو ركعتين، عشان تحس بمعنى تقف قدام ربنا بقلبك. ممكن في الايام العادية في رمضان ناس كتير قوي مش بتصلي او بيبقاش الجامع مليان، فالحلو بقى في رمضان او في صلاة التراويح بتلاقي الجوامع مليانة على الاخر. الشهر الكريم ده شهر البركة، الناس فيه بتتلم ويتجمعوا عشان يقربوا من ربنا على قد ما يقدروا. تعالوا بقى نعرف اصل حكايه صلاه التراويح. صلاه التراويح في الطبيعي جايه من كلمه الراحه. زمان كان الناس بتصلي كتير قوي لدرجه ان هم كانوا بيخلوا بين كل 4 ركعات راحه، ومن هنا جت صلاه التراويح عشان كانوا بيحبوا يسمعوا القران كله. وربنا بيقول في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان أيامه معدودة، اليوم اللي بيروح مش بيرجع. يا ريت نستغل شهر رمضان الكريم في أدق الاستغلال. كل سنة وانتم طيبين. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة في برنامجكم أنا والناس مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.